يا مساء الخير عليكم يا ملوك الحسابات البنكية والتكنولوجيا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أقوى كارت متواجد داخل جمهورية مصر العربية، وهو كارت لاكي، الكارت الأول في مصر للشراء الأونلاين. عاوز تعرف؟ تعال وأنا أقول لك. أنا رامي غازي، والنهاردة دروس أونلاين. النهارده ان شاء الله معانا اقوى كارت متواجد داخل جمهوريه مصر العربيه، وهو كارت لاكي الصادر من شركه لاكي بالتعاون مع شركه ميزه المصريه وبنك المشرق. الكارت ده بيديك 5% كاش باك على اي تعامل اونلاين داخل جمهوريه مصر العربيه. طيب الكارت ده صادر من شركة ميزة المصرية، وده اتجاه قوي جدا للحكومة المصرية في التعاملات الاونلاين داخل جمهورية مصر العربية. ليه ما قلناش ان الكارت ده من اصدار شركة فيزا او ماستر كارد العالمية؟ لان ده كارت محلي فقط، يعني تقدر تعمل بيه اي تعاملات داخل مصر، اذا كانت تعاملات حكوميه او تعاملات شراء اونلاين. الكارت ده بيديك كاش باك على اي تعامل داخل مصر، بيديك 5% بس. يعني انت لو تشتري حاجه ب 100 جنيه بيدي لك 5 جنيه بس، وبيدي لك ال 5 جنيه في صوره رصيد داخل التطبيق، وليس فلوس تقدر تسحبها من اي اي تي ام. لكن الكارت بيوفر لك ماكينات كتيره من اي تي ام، وده هنشوفها مع بعض داخل التطبيق واحنا بنفعل مع بعض التطبيق. وبعد ما بتفعل الكارت بتاعك، او بعد ما بتطلب الكارت بتاعك اونلاين من داخل التطبيق، موظف البنك او موظف المنفذ وانت بتشتري الكارت بيسألك انت عايزه كارت خصم مباشر ولا كارت مشتريات. بمعنى يعني هتعمل بيه تعاملاتك على قد الفلوس اللي انت تحطها داخل الكارت، ولا هتعوز كارت مشتريات تقدر تعمل بيه تعاملات للكريدت كارد، وبيديك رصيد افتتاحي وهو 1250 جنيه كرصيد افتتاحي. لو سددتهم بيدي لك بعد كده ليفل اعلى ومشتريات اعلى. لكن بالنسبه لي انا طلبت الكارت اللي هو الخصم المباشر، هعمل التعاملات بتاعتي على قد ما انا عاوز. اذا كنت هدفع فواتير، او هشتري حاجه بيها من امازون، او هشتري بيها حاجات من جوميا او نون، او هدفع بيها حتى تعاملات حكوميه داخل جمهوريه مصر العربيه بس. الكارت ده تقدر تعمل بيه ايداع عن طريق اي ماكينه اي تي ام داخل جمهوريه مصر العربيه، او ممكن كمان تعمل بيه عن طريق فوري، عن طريق الكود اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده، وهو رقم 4668. والكارت ده بيديك تعاملات سحب وايداع في حدود 30,000 جنيه بس. بمعنى يعني تقدر تعمل بيه مشتريات داخل جمهوريه مصر العربيه في حدود 30,000 جنيه بس، او تقدر تسحب منه من خلال الكارت او عن طريق اي اي تي ام في حدود ال 30,000 جنيه. لكن عشان ما اطولش كتير على حضراتكم، تعالوا بينا ازاي نسطب برنامج لاكي وازاي نطلب الكارت اونلاين. عاوز تعرف؟ يلا بينا. بعد ما نفتح الموبايل بتاعنا بندخل على جوجل بلاي وبنكتب لاكي ايجيبت، بقول له انستول، تثبيت، وبعد ما بينزل معايا التطبيق بقول له فتح، بيفتح معايا، بيقول لي شوف العروض اللي حواليك، بضغط عليها، بقول له سماح اثناء استخدام التطبيق، بيقول لي يلا اطلب الكارت، بضغط على كلمة اطلب الكارت واعمل سجل دخول، وبعد كده بكتب رقم الموبايل بتاعي اللي هيوصل لي عليه ال OTP او الرقم السري، واعمل بعد كده متابعة. بيقول لي هنا دخل الرقم السري المكون من 6 ارقام، وبعد كده بتوصلني بين كود بكتبه، وبعد كده بكتب اسمي، بقول له رامي غازي، وبعد كده بكتب سجل، وبعد كده برفع صورة البطاقة وش وظهر، وبعد كده بيدخلني على طول على التطبيق، وبكده اكون فعلت التطبيق بكل اريحية. تقدر تستخدمه الكارت بتاعك على الابليكيشن، وتقدر تدفع بيه في كل مكان، وتقدر كمان تستخدمه في عمليات التقسيط،
وبيقول لك هنا عندك اكتر من 30,000 علامة تجارية تقدر تختار او تشتري من العلامات التجارية والبراندات. وبعد كده بيقول لي هنا الكارت اهوت، وشوف كل البراندات الموجودة عندك في الكارت، واللي كمان تقدر تشتري منها وتعمل بيها اي عملية تقسيط انت عاوز تعملها. بعد كده بقول له وريني كمان العروض اللي عندك، بيديني كل المطاعم وKFC وغيره من الخصومات والكاش باك. مديني هنا على الاونلاين يجي 20%، وكمان الى امازون واكازيون وغيره من الشوبينج الاونلاين. وبعد كده هنا بيقول لي ادفع بالكاش باك بمحفظة لاقي، ومديني هنا ادفع بالQR كود وشحن الرصيد. تقدر تشحن الرصيد بكل اريحية عن طريق الATM، او تقدر كمان تشحن الكارت بالتحويلات البنكية. وممكن كمان من طريق كارت لاقي تقدر كمان تدفع بيه فاتورة الكهرباء او انترنت المنزلي وفاتورة الموبايل. وبيقول لك هنا هيرجع لك كاش باك على كل عملية شراء تدفع بيها من خلال كارت لاقي المصري. وبكده نكون فعلنا كارت لاقي الجامد جدا من وجهة نظري الشخصية. لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تدعمني بلايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان ده بيدعمنا كتير جدا في الفيديوهات اللي جاية. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.